رسالتي للرفيق بو طارق اللي قاعد عند إسرائيل واللي عم بيحرض دروز اليهود ليفوتوا على سوريا. شفت الفيديوهات بالتليجرام شو سووا لهم خيي؟ جماعة الأمن العام خواتي تاني مرة خدوا معكم مقص خيي، مقص وماكينة حلاقة. حلاقة الشوارب ما بتصيرش بسكين يا خيي. قاعد ما تحلق له شواربه بسكين؟ أبتستحيش انت؟ أبتستحيش؟ أبصير بسكين حلاقة الشوارب. حلاقة الشوارب بتصير بمقص وماكينة حلاقة خيي. صحيح هودي بيت بقعقور، بس معلش نحلق لهم الشوارب بمقص وبماكينة حلاقة خيي. وبعدين جماعة ابو مالحة كان معه بيت بقعقور، لقوهم بالمجارير. يا زلمه ما اجبنهم بيت مالحة، تخبوا بالمجارير وماتوا. يا زلمه اشرفية صحنايا عم بيجي منا فيديوهات قتلاهم صارت كتير بالمجارير. نعم شو شركاء الوطن تبعنا ولا خيي؟ واحد بيتخبى بالجبال بيموت والثاني بالمجارير. حكي لنا مع الرفيق بو طارق، قل له للرفيق بو طارق باسرائيل يحكي لنا مع نتنياهو خيي، يبعثنا طيارات تقصفهم. قتلونا يا خيي. الواتساب عبى الدنيا بمقاطع الصوت، بدنا نطلعها خيي. ما يبكوا يا زلمه، ما يبكوا. دمهم صار بالاراضي بصحنا يا خيي. كنا رحنا مرتين ثلاثه بسلاحنا على الشام ما حكوناش. ان شاء الله اذا رحتوا 3 4 مرات على الشام وقلنا لكم انتم مشايخ عقل وانتم جماعه شركاء بالوطن وانتم اصدقائنا واحبائنا ونحن ما بدنا يصير حرب بيناتنا لحتى نكون دوله صحيحه، وشفنا منكم كم واحد عقله راشد وعم يطلع يحكي كلام مدوزن وذهب من دروز، في منهم نسبه منيحه. ما بده يصير هالحرب، ما بده يصير هالدم، وما بده اسرائيل يوقف وراها لانه رح يلعنوا التاريخ الى يوم يبعثون. ولكن في عندكم خيي كم واحد من جماعه ابو مالحه عقله مش مزبوط ما يجيب اسرائيل ويتحامى باسرائيل مشان تقصف الشعب السوري. ما بنقبلش نحن يا خيي، ما بنقبلش. صحيح الرفيق ابو طارق قاعد عند نتنياهو ما يزبط لكم الوضع، لكم واحد ازعر موجود عندكم ماتوا هلق من عندكم بصحنايا من الدروز. والله لما بيموت واحد من الدروز او من العلوي او من الكراد او من اي مكون بسوريا بنزعل عليه خيي، والله بنزعل عليه. ولكن لما بدي اشوفه بدي يخرب وطني ودولتي وبدي يجيب لي الاسرائيلي لعندي بدي اقطع رقبته مش ويربه. هذا السوري شو الله فكركن يعني انه والله عملوا حرب 14 سنه بدي يخافوا وبدي يستسلموا وبدنا ننصاع للاجري؟ لا يا خيي، 14 سنه حرب وتصير 4 سنين حرب. ما يكون معكم اسرائيل توقف الدنيا كلها معكم، والرفيق بو طارق هذا الموجود في اسرائيل يوقف معكم مش دايرين عليه. واذا ماتوا كل الشعب السوري السنة الموجود بسوريا نحن الموجودين برا بنرجع خيي ومنموت في بلدنا، ما عندناش مشكله. وهلا يلبوا النداء ويقولوا السوريين برا تعوا اول واحد بيكون على الحدود. ان شاء الله فكركم صابرين عليكم وناطرين منكم والله انتم تبنوا الوطن. لا يا خي لا، نحن بدنا اياكم بس تعيشوا اوادم، عيشوا اوادم وكونوا قد الكلمه اللي بتحكوها. ما تروحوا ورا هذا الشيخ الاجري اللي فكوا له راسه بتقولوا عنه شيخ عقل. شيخ طيز هذا خيي، فكوا راسه ركبوا له بدالة راسه طيزه وشالوا عقله وحطوا له اياه بطيزه من تحت. ابي فكرش بس نقصد شويربه مثل ما حلقوا لهم في جرمانه وباشرفيه الصحنايه. يبقى اطلعوا ابكوا خيي، ابكوا قولوا والله عم يقتلونا. بدنا نقتلكم خيي لما بدك تدمر لي بلدي، ولما تجيب لي الصهيوني تطلع تقول نحن دروز اليهود اقربائنا مثل وهاب. ام نقبلش. سوريا إلنا، سوريا لكل سوري، سوريا للي بيحميها، سوريا للي بيحبها. اما تروح تجيب لي الامريكي والبريطاني والاسرائيلي والروسي خيي وتجيبوا على سوريا، ام نقبلش. لا والله ام نقبلش. وبدنا نقص شويربك ونعمل لك عمليه جديده للاجري هذا ان شاء الله بيلقطوه. اذا لقطوه هيدقني، اذا عم نعمل لك عمليه جديده بنرجع لك عقلك محله. سلام خيي، وسلم لي على الرفيق بو طارق.